السلام عليكم، اخباركم؟ اياد من قناة كريزي جيمر معاكم. مبارك عليكم شهر رمضان. اعرف انه متأخر يعني، وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العيد الفطر السعيد. يعني ان شاء الله بكره راح يكون العيد الفطر. عذرا على السحب اللي طولت كثير، والله طولت كثير. هذه المرة ما راح اكذب عليكم اني كنت يعني بسبب دراسة، ولا مثلا بسبب اني ما عندي افكار او اي شيء غير هذا. صراحة اني كنت ناوي اترك القناة، هذه الحقيقة يعني. والصراحة اني كنت ناوي اترك القناة، بس يعني قبل فترة بسيطة جاني واحد من المشتركين يقول لي يعني يا رجع وكذا، واصل لا توقف وذا. فأنا يعني بسبب صراحة بكلام هذاك الشخص والله العظيم يعني قررت إني أرجع للقناة. وإن شاء الله يعني بنزل يعني فترة، وإن شاء الله عاد للدراسة بتوقف فترة ونرجع لكم إن شاء الله بقوة وأكثر قوة من هذه المرة. الحين خليكم مع المقطع. السلام عليكم، اخباركم؟ ياد من قناة كريزي جيمر معكم. نبدأ لكم فيديو جديد. جبنا لكم اليوم فيديو مثل ما انتم شايفين يعني كلاش اوف كلانس. اليوم معنا استراتيجية الجوهوج، يعني راح نراويكم الاستراتيجية، يعني هجمتين الاستراتيجية هذه مع الشرح، والجيش واعداد الاستراتيجية. جيش الاستراتيجية اول شيء اللي هو الهوج، العدد 18 حبة تقريبا. الهوج معروف انه هو اهم شيء تقريبا بالاستراتيجية. ثاني شيء الجولم، العدد حبتين. الجولم شيء معروف لانه يشتت الدفاعات يعني، وطاقته الهيت بوينت يعني ماله كبير. وثالث شيء في الاستراتيجية هو الوزرد، اللي اهم شيء تقريبا في تنظيف القرية. العدد 10 حبات. وعندنا فجر السور، العدد 4 حبات. وعشان ننظف القرية يعني إذا مثلا كان في أشياء في الأطراف أكواخ بناء أو شيء غيره، نحتاج لأرشر لعدد حبتين. وإذا كنت تحتاج أقل أو أكثر يعني ضبط أمورك، تنقص الهوجة وتنقص البريكر. طيب، وكذلك عندنا مشروب الريج حبة واحدة عشان قتل الدعم، ومشروب الهيلث اللي تقريبا يعتبر أهم شيء إذا واجهتك الجاينت بومب. مشروب الهيلث نحتاج إلى حبتين من مشروب الهيلث. هذا هو الجيش. وكذلك يعني مع الملك ومع بيكا تاخذها في الدعم، وتشيل سم من عندك وسم في الدعم. نبقى حاليا مع أعداء الاستراتيجية. طبعا أول عدو اللي نقدر نقول إنه هو الدعم، وثاني عدو طبعا هو ملك الخصم. ملك الخصم لازم تتخلص منه في أي هجمة يعني جهوج، لأنه بيشل يعني نصف الهوج، لأنه يعني دمج ماله عالي، والهوج يعني الهيت بوينت مالها قليل يعني. ثاني عدو اللي هو سكيلتون تراب. سكيلتون تراب يعتبر الأعداء الخطيرة، حتى لو كان خصمك يعني مهتم في الإفخاخ ومطورنا. والخصم الجديد للهوج أصبح سبرينج تراب بعد ما صار يتطور أكثر من ليفل. فصار ليفل 3 يشيل بدل هوج حبة يشيل أكثر من حبة هوج، يعني 3 حبات أو 4 حبات حتى 5 حبات. والعدو الأول الهوج اللي هو الجاينت بومب. جاينت بومب معروف انها خطيرة، وتبقي لك جزء بسيط بس من طاقة الهوج. ولازم انت لما يطلع لك جاينت بومب تحط مشروب الصحة للهوج مالك. الحين نبقى عندكم للشرح اول هجمة بهذه الاستراتيجية الرائعة. العدو الأول مثل ما انتم شايفين تشكيلته أكثرها فراغات، والدعم بعيد عن الملك، لذلك بنزل هوج علشان يطلع الدعم يعني مكان قريب من القلعة. مثل ما انتم شايفين الحين السهم البني اللي ظهر عندكم في الشاشة، خليه يروح للقلعة للهاون، عشان القلعة يعني يشملها منطقة الهاون زي ما انتم شايفين الحين. وانزل في الجانب اللي فيه الملك جول مين، وراهم يعني مجموعة من الوزارة عشان ندخل المكان للملك، وبقى مجموعة من الوزارة عشان آخر شيء يعني لما تخلص من كل دفاعات نزل عشان ندخل القرية. حتى الرئيس سبل لما يقترب الدعم من هناك. فتحت طبعا في المكان اللي لونه أبيض، فتحت هناك البريكر يعني عشان يفتح للجولم، لأنه ما استفدت من البريكر كثير هذه الهجمة، عشان الملك والبيكا شطحوا يعني حوالين القرية. فنزل بعدين الهوج من تحت، بما أن أغلب الدفاعات منشغلة بالملك والجولم والجيش الباقي.
الخصم الثاني، الأماكن اللي ممكن يكون فيها جاينت داخل القرية بس 3. فيعني والخصم كان ما مدعوم، فنزلنا الجولم والوزرد من الاتجاه اللي فيه الملك يعني، ونزلنا معاهم الملك والبيكا. طيب وحطيت لهم الريجس يعني بعد ما فتحت لهم القرية حطيت لهم الريجس داخل القرية عشان يتخلصوا من معظم الدفاع. شوف الدفاعات اللي كانت مشغولة بهم، نزلت الهوج من الاتجاه الثاني للقرية. شوف الأماكن اللي ممكن يكون فيها جاينت بومب حددتها الحين أمامكم بعلامة إكس، طيب مثل ما هي واضحة. ولما الهوج كانت تمشي في ذيك الأماكن يعني وتطلع فيها جاينت بومب، كنت أحط لهم الهيلث سبيل. وفي المكان الثاني حطيت السم عشان طلع هناك في سكيلتون تراب. واخر شيء في القريه هذه بس قلنا ننظف، فخلكم مع الهجمه. بس شباب هذا اللي كان عندنا اليوم، والقادم الافضل باذن الله. اذا كنت حاب اني اوصل في هذه السلسله حط لايك واشتراك وكل ما هو لذيذ. مع السلامه.